السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناتي شهوات حياة. اليوم جيت نقدم لكم عجينة سحرية للمملحات او مسمن معمر في الفران بدون زبدة ولا بيض. كتجي لاباط رائعة ومقرمشة. ندوزو المقادير وطريقة التحضير. هنايا في مقلاة عندي صدر الدجاج، عندي 3 البصلات اللي شلطتهم، عندي فلفله حمراء كبيره وجوج فلفلات خضر، عندي جوج فصوص تاع الثوم اللي حكيتهم، عندي شعريه صينيه ديال الارز، عندي قزبر ومعدنوس. في التوابل عندي الملح، عندي الابزار، عندي تحميره، عندي كركم وسكينجبير، وعندي توابل تاع الحوت، وعندي شويه ديال الحر، وعندي شويه ديال زعفران، وعندي الفرماج. وغادي ندير شويه ديال الزيت وغادي نطيبهم. هنايا في العجينه عندي هنا البنات غادي نعطيكم مقادير تاع كميه واحده. انا هنايا مدوبله المقادير. ديروا كاس ديال سميده مع 3 كؤوس ديال الدقيق مع كاس ونص ديال الماء مع خميره تاع الحلويات وحده مع الملح على حسب الذوق. انا هنايا دايره دوبل ديال المقادير، دايره 6 كيسان ديال الدقيق مع 2 كيسان تاع الفينو، وعندي 3 كيسان ديال الماء مع 2 خماعات ديال الحلوى. غادي نعجنهم في العجانه ديالي ونخليهم يتعجنوا مزيان. كتجي هاد العجينه رائعه ومقرمشه، سجلوها عندكم باش تعتمدوها لرمضان والمملحات ديالكم. هنا من بعد ما تعجنت لي العجينه ديالي كتجي على هاد الشكل هذا، كتجي رطبه وما كتلصقش اليدين. هنا غادي نغطيها بلاستيك غذائي ونخليها ترتاح. هنا من بعد ما ارتاحت لي وكانت الحشوه ديالي بردت، غادي العجينه ديالي نقطعها على شكل كرات. انا هنايا راني مدوبله مقادير، غادي ندير لكم 3 تشكيلات ديال مسمن في الفران. نتوما تقدروا ديروا غير عجينه وحده، راها كافيه تعطيكم 24 قطعه. العجينه الاولى درتها على شكل كرات صغار، والعجينه الثانيه غادي نقسمها على 4 يكونوا متساويين. هنايا غادي نخليهم على جنب يرتاحوا شويه، وغادي نغطيهم بلاستيك غذائي. هنا الحشوه خليتها على جنب تبرد لي، كنت ضفت لها الشعريه اللي سلقتها في الماء وقطعتها. وهنايا عندي الزيت وعندي زيت مع النشا اللي خلطتهم. هذا هو المكون اللي كيخلي العجينه ديالنا مقرمشه كتجي رائعه. هنا غادي ناخذ اول كره وغادي نسرحها بالزيت على شكل مسمن، ومن بعد ما كنسرحها غادي ندهنها بديك الخلطه ديال الزيت والنشا من الوسط. هنا كنت كملت دوك الصغيورين، درت 17 حبه. هنا غادي ندوزو للكبار، دوك المسمنات الكبار 4 درت لهم نفس الطريقه. غادي نبسطهم بالزيت وغادي ندهنهم بالخليط ديال الزيت والنشا. هنا البنات غادي نشكل معكم هذا الشكل ديال بحال شكل بريه، كتجي مطويه على شكل بريه. كنسرحوا نبسطوا المسمن ديالنا كناخذوا الجوانب وكنلصقوهم. تقدروا ديروا في الوسط باش تجمعوا ديك المسمنه ديالكم، ديروا زيتونه. انا درت هذا الشكل بحال تاع البريه، وغادي ندير واحد الشكل اخر على شكل هلال، غادي نوريه لكم في الفيديو. هنا غادي نشكل معكم الشكل الثاني. غادي نبسط المسيمنه ديالي، غادي ندير الحشوه ديالي في الجانب ديال المسيمنه، وغادي ناخذ القطعه ديال البيتزا وغادي ندير بها شروطه، وغادي نلويها وغادي نشكلها على شكل هلال. كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي رائعه في المنظر. وغادي نكمل الكميه ديالي كامله على نفس الشكل. انا درت نص شكل هلال ونص شكل بريه.
هنا غادي نفوتوا الشكل الثالث تاع المسيمات الكبار. غادي نبسطها حتى تولي رقيقه. بسطت المسيمه ديالي كامله. هنا كناخذ الحشوه ديالي وكنديرها في الجوانب ديال المسيمه الكبيره على هذا الشكل هذا، وغادي نبدا نلوي الاطراف ديال المسيمه على هذا الشكل هذا، وغادي نقسمهم في الوسط. الفيديو راه موضح. وغادي نكمل الكميه ديالي نفس الطريقه. انا عندي 4 المسيمات كبار، كل وحده كتخرج جوج، يعني 8 ديال المسيمات. وغادي كل حلبول غادي نقسمو على 3، يعني في المجموع كيعطيني 24 قطعه. هنا غادي ناخذ بيضه اللي غادي نخلطها مزيان. تقدروا تضيفوا لها الحليب وتقدروا تضيفوا لها الصوجه باش تعطي هذاك اللون الذهبي. انا ضفت فقط البيض، وغادي ندهن المسيمات ديالي كاملين، وغادي نرشهم بالبافو. وتقدروا حتى ترشوا بالزنجلان، نتوما واختيار ديالكم، ولا تخليهم غير هكذاك. هنا من بعد ما كملتهم كاملين ورشيتهم بالبافو، غادي ندخلهم للفران اللي كيكون مسخن من قبل على درجه اللي كتكون مجهده. كي غادي ندخلوا المسيمات ديالنا غادي نقصوهم باش يطيبوا داك التوراق اللي درنا. هنا من بعد ما طابوا كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو رائعين. هنا مازالهم مسخونين، كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو اللون ديالهم رائع وكيجيو مقرمشين. في النهايه تاع الفيديو غادي نوريكم التقرميشه باش تسمعوها. كيجيو رائعين ومقرمشين بحال كناكلوا الورقه تاع البسطيله. هنا خرجت معكم الشكل الثالث اللي درتهم مسيمات كبار. كيجيو على هذا الشكل هذا، هما كيجيو مقرمشين وكيتحضروا في دفعه واحده. هنا غادي نخليكم مع صوت تاع القرمشه. الكميه اللي تقسمت معكم تاع 3 كؤوس وكاس ديال الفينو، 3 كؤوس ديال الدقيق والكاس ديال الفينو مع خمانه وحده وكاس ونصف ديال الماء والملح، كتعطيكم ما بين 24 قطعه الا درتو هاد المسيمات الكبار. انا هنايا دوبت المقادير، عطاتني 41 قطعه من هاد المسيمات. عندي 24 قطعه من هادو اللي قطعتهم على 3، وعندي شكل ديال البريه، وعندي شكل ديال الهلال، عندي 17 حبه. سجلوهم عندكم تحتاجوهم في رمضان. هنا كنوصلوا نهايه ديال الفيديو. الا كان عجبكم الفيديو ما تنساونيش بلايك ديالكم وتعليق، واللي ما مشتركاش تشترك باش يوصلها كل جديد ديالي فضلا وليس امرا. وهنا كنوصلوا لنهايه الفيديو. الى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله.